السلام عليكم، انا انس خالد بحاول النهارده بعنوان افضل 10 افلام في التاريخ من حيث الايرادات، يعني بالبلدي حاله الفلوس واكتر افلام جمعت فلوس في التاريخ. ونروح للمركز العاشر. فيلم المنتقمون عصر الدرون بايرادات مليار و405 مليون دولار. واحد ده كده ما تتفاجئش، ده لسه دي البدايه، دي الفكه كده، لسه اللي جاي يتقل واتقل. ونروح للمركز التاسع. فيلم فاست اند فيريوس 7 اللي هو سرعه والقدر الجزء السابع، واللم ايرادات مليار 516 مليون. لسه التقيل جاي. ونروح للمركز الثامن. فيلم المنتقمون الجزء الأول واللم إيرادات مليار و518 مليون دولار. خمسة في عينه وفي عينك. خش على المركز السابع. فيلم الأسد الملك بمعدل مليار و646 مليون دولار. يا فلوسه. ونروح للمركز السادس. فيلم العالم الجراسي واللي لم إيرادات تقدر بمليار 671 مليون دولار. خلصنا كده؟ لا لسه. خش على المركز الخامس ونبدأ بالاتنين، أظن أنت فاهم. فيلم المنتقمون الحرب اللانهائية بمعدل كام بقى؟ 2 مليار و48 مليون. أرقام بالهبل. نروح للمركز الرابع. فيلم حرب النجوم القوة تنهض واللي لم إيرادات تقدر ب 2 مليار و68 مليون، بفارق 20 مليون دولار بس بينه وبين المركز اللي قبليه. ونروح للمركز الثالث. فيلم تايتانيك واللي قعد غالبا حاجة و20 سنة على الصدارة، أبوه فعلا، واللي لم إيرادات تقدر ب 2 مليار 187 مليون دولار. نروح للمركز الثاني. فيلم أفاتار واللي لم إيرادات تقدر ب 2 مليار 789 مليون دولار. ونروح للمركز الأول. فيلم المنتقمون نهاية اللعبة أو افنجرز أند جيم واللي لم إيرادات تقدر ب 2 مليار 796 مليون دولار. يعني تقريبا لو حسبتها بالمصري تعمل لها حسبة خمسة وخميسة. خلي الشركة ماشية حلو وعمالة تلم فلوس وناجحة وتقدم أفلام واقعة، أفلام عظيمة. سيب الناس ماشية وتاكل عيش. تاكل عيش إيه؟ ده احنا بناكل عيش. وبس كده. لا عجبك الحلقة، اشترك والاشتراك وسلام.